السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد من جوه الحدث النهاردة أمام حالة إنسانية، يعني مش عارفين نقول فيها أي كلام، لأن المشهد اللي تعايشناه مع هذه السيدة فعلا مش عارفين إيه الحل. يعني موضوع كده أصبح محصور بين المرور، محصور بين التأمينات، محصور بين أحد الشباب ممكن يكون عدمات الضمير، أخذ حاجة ومحدش عارف عنهم أي حاجة. السيدة منال فتحي العكفة النهاردة بتصرخ وبتستغيث، إذا كان بالمسؤول، إذا كان بأحد السادة النواب، إذا كان بأحد السادة الطيبين اللي هم أهل الخير. الست دي في حالة يعني ربنا يعلم بها قبل التسجيل فين، على ما قدرت أتكلم معاها إن هي تتماسك نفسها عشان نقدر نوصل للجملة اللي هنقدر نوصلها، إذا كان المسؤول بالمرور أو المسؤول بالتأمينات أو أهل الخير. موضوع أنا شايف شبه إن يعني كارثة الست ديت وقع فيها النهاردة. أهلا بك يا حاجة. أهلا بك يا أستاذ. احكي لي إيه الموضوع باستفاضة، إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا كنت جايبة توك توك ومن زمان لما ابني ولاد الحلال ضيعوه وبيحته، كنت جايبة فلوس من البنوك سدتها وبجري ورا ابني بالقرش كان تعبان. أصبح بعد أبويا مات اتوفى باخد معاشه وساترني وفاتحة الدكان بجيب فيه أي حاجة وقاعدة فيه. عدى 6 سنين لقيت بتاعت التأمينات جاياني البيت وتقول لي أنت عليك 42,000 جنيه. لو ما دفعتش 22,000 في خلال 10 أيام هنيجي ناخدك، الأمن المركزي هيجي ياخدك. رحت من دمي وفوري سديت، جبت 10 كارد 20,000 ورحت ودت لهم 10,000. المهم سدت لهم نص الفلوس والنص التاني جابوه على امي ست عجزه عندها 80 سنه بياخدوا نص معاش. اصبح دلوقتي ما عنديش معاش والتوك توك انباع ما اعرفش عنه حاجه بقاله 6 سنين. يعني انا عايز افهم حاجه، التوك توك ده حضرتك كنت شارياه؟ كنت شارياه وباكل منه عيش. لما عيال ضحكوا على ابني بيحته سديت اللي عليا. تمام. اصبح ما فيش، جيت خدت معاش ابويا. طب لما بعت التوك توك ده انت عارف، لان المشكله اللي انا شايفها دلوقتي ان المشكله مشكله التوك توك. التوك توك متدمر ما اعرفش فين، ما اعرفش. يعني مش عارفه الناس اللي انت بعت لهم التوك توك مين؟ ما اعرفش. واحد باع لي واحد باع لي واحد وتهت. تهت مش عارفه اروح فين. من خوفي رحت التأمينات وسددت نص الفلوس والنص التاني جابوه على ست عجزه والدتي، ومعايا عيل ضرير وتعبان يوم كده على يوم كده شغال على الله. مفيش. وانا ست عجزه عندي 57 سنه. بترمي على الزراعيه طول الليل في الساعه عشان الناس تحن عليا. من قله الدقيقه وليت مفيش اجيب من ايه، وحيرانه ما بين التأمينات والمرور، وده المرور عايزه والتأمينات عايز. يقولوا كل ما اروح اعمل بحث لحد يديني 100 جنيه ولا 50 جنيه يقولوا انت متأمن عليكي. طب انا عملت ايه بالتأمين؟ ما انا معاش ابويا مفيش، معاش راجل مفيش، ست متطلقه بقالي 30 سنه طالعه بعيل طفل. نعم. مفيش ولا بطلب لهم. طب لما رحت المرور قالوا لك ايه؟ ما في، قالوا لي ادفعي 5 سنين، ادفعي 5 سنين عشان يدوني حته ورقه. رحت التأمينات قالوا لي مش هيتقفل، ادفعي اللي عليكي. ولما تدفعي اللي عليكي برضه نفس الموال شغال، مش عارفه اروح فين. شغال برضه هنا، شغال في التأمينات شغال وفي المرور شغال، والتوك توك ما اعرفش عنه حاجه، مش لاقياني. طب ليه ما رحتيش اللي انت بقى عاود التوك توك؟ اتكلمت معاه؟ رحت له بتاع الباجور. قال لي حاجه انا شاري منك بتوكيل، القانون لا يحمي المغفلين. رحت اشتكي ان التوك توك مسروق. طب اروح اودي نفسي في داهيه؟ مش زي معايا توكيل ان انا بايعه وازاي اروح اشتكي؟ تمام. ما ينفعش. ازاي؟ ما ينفعش. فانا تهت بصراحه، تهت طول الليل. هو التوك توك موجود مع بتاع الباجور ولا فين بالظبط؟ لا، بتباع لي يجي 6.
التوك توك انباع؟ باع لي يجي 6. يجي 6. يجي 6. هدور على مين ولا مين ولا مين ولا ست صاحبي تعين كل اسبوع بيكرر لي العلاج، حقن وعلاج وبرشام. طب ما تعرفيش هو دلوقتي اخر مرحله ليه في الحته؟ مفيش. تهت. لفيتي؟ تهت. لفيت في يوم خدته من ست والدتي عاجزه عندها 80 سنه. ورحنا لفينا من التوك توك ده للتوك توك ده، ما نعرفش عنه حاجه يا حاج. هاتلنا اسمه هاتلنا عنوانه بالكامل. طب رحت اسم وسيم. وسيم دي فين؟ وسيم اللي بعد الوراق بعد القناط. جيزه. قالوا لي يا حاجه روح هات اسمه في بيته واحنا نروح نجيبه. لفيت في الشوارع زي المجنونه طول النهار انا وست عاجزه. رحنا الساعه 6 الصبح جانا اذان العشاء والله ما فطرنا الا بيتنا لقمه بحته جبنه. وما لقيتليش حل. مش لاقيه لي حل. بطلب من قروب الرحيمه تشوف لي الموضوع ده وتقف جنبي. انا بترمي طول الليل على الزراعيه، اصعب على اليهود، بصعب على الناس كلها، برقد على الزراعيه. الناس اللي رايح واللي جاي بيحن عليا، اديني 10 اديني 5، ما لقيتش ازازتين ولا كرتونتين بقعد اشتكي برجلي وبمشي اجربها في الشارع. انا هسد الفلوس دي منين؟ حيرانه ما بين المرور والتامينات. يعني حضرتك جايبه توك توك عشان تاكلي؟ اكل منه عيش. دخلك في الموال ده؟ دخلي في موال 6 سنين. 6 سنين باخد معاش ابويا، خدوه مني 42,000 تاني. خدوا نص وبيخصموا النص التاني من ست عاجزه عندها 80 سنه 90 سنه. والدتي قاعده معايا في البيت. الدخل بتاعك النهارده يا حاجه ممكن السؤال يعني ولا؟ مفيش دخل؟ مفيش خالص. كنت بجيب 10 طماطم 10 برتقال مأجره دكان عشان الغضروف اللي عندي برقد حتى الكنبه فيه وبرقد فيه. مفيش دخل. بطلع الم ازازتين وكرتونتين بالليل، رجلي تنبح عليا اروح قاعده على السراير، اللي رايح واللي جاي وانا قاعده على الاسفلت عند المطحن بنام على نفسي وانا قاعد. اللي رايح واللي جاي يقول بتاع ده كده ليه يا حاجه نايمه كده ليه يا حاج؟ تعبت مش عارفه اروح فين. عندي 57 سنه، يا ريت ليا للشغل وانا اشتغل. انا باخد الشكاره على كتفي واطلع في الشارع طول الليل. بجيب علاج ب 300 جنيه في الاسبوع، حقن وبرشام، ما بيعملش حاجه، مش عامل لي حاجه. لا يسلمك. طيب انت بتناشدي مين النهارده عشان نحل الازمه اللي انت فيها؟ انا بطلب من القلوب الرحيمه تشوف لي صرفه في الموضوع اللي انا فيه ده، لان انا مش لاقيه لي حل ما بين المرور والتامينات ومعيشه جي. يعني حضرتك ما بيدخلكيش دخل خالص؟ مفيش والله. محل ان مطلوب منك المبالغ دي؟ مطلوب مني مبالغ جامده للمرور والتامينات وبيعد عليا ومش عارفه اعمل ايه، وانا ما معيش دخل خالص. مفيش. صفر. اعتقد الرساله واضحه لحضراتكم. الحاجه منال حبت تجيب توك توك تاكل من وراه عيش. التوك توك كان سبب لمصايب وكوارث كثيره جدا مرت بيها الحاجه منال النهارده. بنناشد الساده امن المنوفيه، الساده اللي موجودين في المرور، السادة الموجودين في التأمينات، بنناشد أهل الخير في بلدنا، بنناشد السادة أعضاء مجلس النواب نقف بجد عشان الأيام المفترجة اللي احنا بنعيشها ديت، يعني نفك كرب أي حد. أنا شايف من خلال التسجيل مع هذه السيدة إن هذه السيدة بتمر بكرب، أي والله، فيجب نقف جنبها بأي الوسائل ونحاول نحل الأزمة اللي هي فيها ديت، عشان أيضا يدخل عليها رمضان زيها زي الآخرين وهي آمنة مطمئنة في بيتها. ده كان تقرير سريع حبينا ننزل بيه لحضراتكم، وبنأمل ردود فعل من السادة المسؤولين ومن أهل الخير. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.